بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لا للمخدرات. بداية لكم أجمل تحية من فريق العمل معنا بالاستوديو، من الهندسة عمر جرار ومساعد إنتاج عون الخالدي. مراقبة إلكترونية مهدي الصقور. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا الرائد أنس الطنطاوي. أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على الهواء في البرنامج وعبر رسائل قصيرة وعبر صفحتنا على الفيسبوك أمين FM 89.5. فأهلا ومرحبا بكم. ونرحب بكم مجددا أعزائي المستمعين. تعتبر جريمة التزييف من الجرائم التي تمس اقتصاد الدولة بشكل مباشر. طبعا تؤثر على الأحوال المالية للأشخاص أيضا، مش بس الدولة، أيضا على مستوى الأفراد الذين قد يقعون ضحية لهذه الجريمة. لذلك أولت مديرية الأمن العام اهتماما كبيرا في ملاحقة من يتعاملون بالنقد المزيف. للحديث عن هذا الموضوع وكيف نتعرف على النقد المزيف وماذا نفعل وماذا نتصرف وأمور قانونية أخرى وأمور مهنية أيضا بالشغل إن شاء الله راح نطلع الناس عليها من خلال ضبط قضايا التزييف. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم الرائد نادر البدور من إدارة مكافحة المخدرات. نادر بك أهلا ومرحبا بك عبر أثير إذاعة أمن FM. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسبك أشكرك على هذه الاستضافة ومساء الخير إلى كل الأخوة المستمعين جميعا. مساء الخير. يعني إحنا في إدارة مكافحة المخدرات في عندنا واجبات رئيسية، من ضمن هذه الواجبات الرئيسية مكافحة جريمة التزييف. يعني أول واجب يعني بنحكي فيه هو مكافحة جريمة المخدرات. أيضا عندنا واجب ثاني اللي هو مكافحة جريمة التزييف. فإذا المخدرات بنكافحها بثلاث طرق رئيسية معروفة بجوز للجميع. بالضبط، اللي هي الوقاية يعني وقاية من جريمة المخدرات، علاج جريمة المخدرات، أيضا التحقيق في جريمة المخدرات وضبط الأشخاص وتوديعهم للقضاء. نعم. الواجب الثاني اللي هو يعني رئيسي بالنسبة لنا، إحنا قسمنا إدارة مكافحة المخدرات والتزييف. نعم. فإذا التزييف هي جريمة مهمة ما بنغفل عنها، بنتابعها باستمرار. إحدى الواجبات الرئيسية لإدارة مكافحة المخدرات. نعم صحيح. نعم. طيب نادر بيك، يعني هذا الواجب مناط للإدارة، وقضية المخدرات تودع لمحكمة أمن الدولة، وأيضا جرائم أو قضايا تزييف تودع لمحكمة أمن الدولة. قد يكون أيضا في رابط بينهم كجرائم. نعم صحيح أنا سبيك. يعني جريمة التزييف هي جريمة تمس اقتصاد الدولة بشكل عام. نعم. وتؤثر على الاقتصاد الشخصي للأشخاص اللي بتتم عليهم جريمة التزييف. إذا صرفنا عليهم العملة إحنا بنعمل في عندهم خسارة في النقود الشخصية لهم. أيضا هذه الجريمة إذا ما انتشرت وكانت على مستوى الوطن أو على مستوى الدولة بشكل عام بتأثر على اقتصاد هذه الدولة. من هذا المنطلق ارتبطت جريمة المخدرات في أمن الدولة وصار اختصاص التحقيق فيها لإدارة مكافحة المخدرات والتوديع لمحكمة أمن الدولة عن طريق إدارة مكافحة المخدرات. يعني بمعنى الآن لو في أي جهة أمنية بالأردن، ونحن طبعا كلنا شركاء، لو في أي جهة أمنية بالأردن إيش ما كانت أو الزملاء بباقي وحدات الأمن العام ضبط قضية تزييف، يعني فهمت من كلام حضرتك بيتم تحويلها نعم. الآن أي شخص يعتبر ضابط عدلية على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، سواء كان من القوات المسلحة، من إخواننا في الجمارك، أو زملائنا بالأجهزة الأمنية، يعني داخل جهاز الأمن العام، ما عنده مشكلة في الناحية القانونية إنه يضبط هذه القضية. نعم. بضبط القضية وبنظم الضبط بيكون بصورة صحيحة، لكن عملية التحقيق هي مكلفة لإدارة مكافحة المخدرات والتوديع أيضا لمحكمة أمن الدولة، والمتابعة في الإجراءات اللاحقة بعد خروج الشخص من السجن. ففي إجراءات إدارية كمان عن طريق إدارة مكافحة ترى حلو موضوع الاختصاص، حتى بريح يعني إحنا بنسميه العزل والاختصاص. أنا سبيك يعني تمام. أنت بتعرف القضية كيف بتبلش، بتعرف تتابعها، بتضبط الأشخاص الآخرين. تمام. ما بتعطيهم مجال إنهم يخرجوا من يد العدالة. يعني بتعتمد على سرعة الإجراء، الدقة الكاملة في عملية التحقيق. هاي كويسة، يعني بتودع أكبر عدد ممكن من الأشخاص للقضاء في قضية التزييف، ما بفلتوا من يد العدالة. طيب نادر بك، بنظل نحكي ونسمع تزييف يعني هي دقيقة شوي. نسمع شخص بقول في مصاري مزورة، تسمعها ولا ما بتسمعها؟ نعم صحيح. شخص آخر بقول في عملة مزيفة، شخص آخر بقول في جواز سفر، جواز سفر مثلا مزور، شخص آخر بقول جواز سفر مزيف. خلينا بالله نوضح. أشكرك أنا سبيك. يعني هو سؤال مهم جدا، وهو اللي بيوضح لنا يعني المنطقة اللي بدنا نحكي فيها هذه الحلقة. جميل. يعني التزييف والتزوير الفرق بينهم بسيط جدا لكنه جوهري. التزييف هو
تحريف مفتعل للحقيقة والوقائع في صك. فإذا تحريف مرة ثانية، تحريف مفتعل للحقائق والوقائع في صك، هذا الصك يراد به إثبات حق معين. هذا التزييف. هذا التزييف. نعم تفضل. نعم. التزوير تغيير وتعديل في هذا الصك، ولكن بيبقى الصك الأصلي. يعني الآن أنا عندي شك مثلا، بعدل في التوقيع، بعدل بالاسم، بعدل بالرقم، هذا بنسميه تزوير. نعم. هذا تزوير. لكن إذا أنا أنشأت ورقة أخرى، هي هنا الفكرة، إنه التزييف إنشاء صك آخر جديد ما كان موجود بأدوات يعني مقلدة، هذا بنسميه التزييف. أغلب العملات ما بنقدر إحنا نعدل عليها. صحيح. فإذا صحيح. إحنا اتجهنا إنه كل العملات نسميها تزييف. في بعض العملات مثلا المعدنية، في بعض الدول عندها بتكون ذهبية وفضية، إذا أنا لجأت إني غيرت اللون يعني بتكون تزوير، هاي ما بتكون تزييف. لكن التزييف هو إنشاء صك جديد، سواء كان بطاقة ائتمانية. كمان البطاقات الائتمانية مهمة جدا، ممكن إنه تزييف لأني أنا بنشئها من أول وجديد وبستعملها، سواء يعني في عملية النصب أو احتيال أو إلى آخره. عملية التزوير ممكن تتم على عقد بيع، عقد منفعة بيني وبينك، أوراق رسمية شو ما كان. هاي الأوراق صحيحة، لكن البيانات اللي عليها تم عليها تعديل. هذا هو الفرق الجوهري بين التزييف والتزوير. أيضا الفروقات الأخرى اللي حكينا فيها، إنه التزييف لا محكمة أمن الدولة، والوحدة صاحبة الاختصاص في التحقيق في هذه الجريمة هي إدارة مكافحة الفساد. التزوير لا، التزوير تودع للمحكمة المدنية، محكمة البداية المختصة في أي محافظة أو أي مركز أمني تابع له، والتحقيق يعني لجهات الأمنية في الأمن العام زملائنا. النظر عن نعم. الجهة اللي حتى يعني هي الأمور تبادلية. إحنا نضبط قضية تزوير مرات ما بنحقق فيها، بنوديها للجهة المختصة اللي حكينا فيه البداية اللي هو العزل والاختصاص، إنه كل واحد بيعرف شغله وبدقق فيه وقضيته بتكون ناجحة. حتى إنها تكون ناجحة بالمحكمة. يعني القضية كمان إذا إحنا وديناها وفيها خلل يعني ما أخذنا نتيجة، الشخص بيطلع براءة وإحنا ما استفدنا. فلازم تكون يعني نادر بيك، كأنه موضوع التزييف بكل تهمه أو بنوده القانونية جناية؟ لا، التزييف يعتبر جناية ويعتبر جنحة. يعتبر. نعم. طيب والله الحيازة بنسميها حيازة مجردة. ودائما بيسألونا قديش ورقة. لا، ورقة واحدة تكفي انك انت تكون عندك جريمة. ورقة واحدة. الآن الحيازة المجردة أنا بحوز ورقة مزيفة وموجودة معي، عندي نية أصرفها أو أتداولها، مسميها تداول البنكنوت. عندي نية جرمية. تمام. عندي نية بعلمها أنها مزيفة، بعلم أنها مزيفة وعندي نية أني أنا بدي أصرفها. هاي بسموها حيازة مجردة، وهي جنحة. عقوبتها من 3 شهور إلى سنة. طبعا المحكمة لمجرد بس انك انا حزتها حطيتها معي بحيازتي. طبعا الحيازه مش بس شخصيه، ممكن تكون مركبتي، ممكن تكون ببيتي، لانه احنا الشخص بنفتشه ونفتش مركبته، بناخذ مذكره تفتيش، ايضا بنفتش منزله المكان اللي هو ساكن فيه. هاي بسميها الحيازه المجرده. الجريمه اللي هي بتتطور وبتكون اكبر صعوبه وشديه يعني حتى بالعقوبه حتى في اجراءاتها، اللي هي الجنايه. انت بتعرف انا سبيك انه الجريمه يعني 3 أقسام: مخالفه وجنحة وجناية، يعني بالتدريج حسب الخطورة وحسب صعوبتها. فإذا كان في تداول لهذا البنكنوت، يعني أنا أخذت ورقة صرفتها على محل، مشيتها، إحنا بنسميها بالعامية، مشيتها على واحد، رجع لي باقي، أخذت منه. يعني دائما بتصير على القهاوي، بكازية، المحطات الوقود، هاي الأماكن، هاي بنسميها جناية، وعقوبتها يعني شديدة جدا، من 3 سنوات ل 20 سنة قد تصل هذه العقوبة. نادر بيك، هاي بديش أتعداها. تفضل سيدي. شخص معه 20 دينار مزيفة. نعم. الأولى قلنا كانت موجودة معه، بيعلم فيها وعنده نية يصرفها. نعم. هاي راحت جنحة من 3 شهور لسنة. الثانية زمها وطلع وراح على الكازية، أو راح على سوبر ماركت، أو راح على مخبز، أو راح وقام بعملية التصريف وبعلمها. هاي شو؟ هون سيدي بيرجع لدور المحقق في هذه القضية. إذا توافرت عند هذا الشخص حسن النية ما بيتم توديعه للقضاء. لا ما بدنا نعم. حسن النية. تفضل. إنه في حال حسن النية راح تحكي لي عنها كمان. تمام. أكثر. تحرك هو قصدك؟ بتحرك وراح صرفها بعلمه انه هو هاي اسمها تداول بنكنوت، اللي هي جناية، صارت جناية. نفس الورقة الواحدة، حتى لو قطعة واحدة فيها بدينار أو بدلها. نعم صحيح. هاي جناية وعقوبتها من 3 سنوات ل 20 سنة. أبدا جناية ما فيها، وتوديع لأمن الدولي بصورة لأمن الدولة. نعم صحيح. لأنه في ناس حقيقة يعني بنظر للموضوع بطريقة مختلفة، ويمكن تتذكر نادر بيك صادفت قضايا وكذا، وتفاجأ الجاني أو ذويه إنها كانت جناية وعقوبتها كبيرة، وبقول لك ورقة واحدة مع ابني أنا، ليش أنتم حسبتوا عليها؟ إحنا ما حسبنا، القانون حاسبه، والقانون واضح في هاي الجانب. يعني إذا حاول
تصريفها، اتحرك، حاول يمشيها على ناس. طبعا عملية انه يمشيها ما بتتم في ضوء النهار ولا بتتم في مكان عنده آلة فحص. صحيح. هي بعدين بنحكي فيها في ارشاداتنا ان شاء الله للاخوان المواطنين، انه كيف يقي نفسه من عملية التصريف. بتكون الظروف المتابعة له، بيجي بتوقيت مسائي بتوقيت ليل، حتى الشخص اللي بتناول منه هاي الورقة ما يلحق يتبع لها ويدقق فيها. بتلاحظ شغلة على فكرة، انه مش بس هيك، تجد انه بعد ضبط القضية بتكون 4-5 شكاوي من 4-5 محلات في على نفس الشخص أو نفس الشخص، ولما يتم جلب هذا الشخص لما نرجع للكاميرات يا بتعرفوا عليه يا اما من الكاميرات ببين انه هو نفسه هذا الشخص. هاي برجع بقول لك كمان دور المحقق والترابط بين اقسام اداره المكافحه اللي موجوده على ارض المملكه الاردنيه. يعني في قضيه انس بيك بجوز قبل شهر او شهرين انت كنت مطلع عليها. نعم. شخص في محافظه الزرقاء صرف عمله وانضبطت معه. من خلال التحقيقات رحنا على أماكن ومحلات في جرش وفي إربد وفي محافظات مختلفة. تمام. نفس الشخص كان لاف عليهم، وزي ما تفضلت الكاميرات جابت أول أشخاص تعرفوا عليه نفس الشخص وتودع فيها قضية واحدة. يعني نعم. بيصرف بكل محافظة ورقتين 3 وبتحرك على محافظة ثانية، ومشان يعني ما يضل يرجع نفس المكان. عشان هيك يعني نادر بيك أشكرك، ذكرتني بشغلة إنه اللي زي ما حكينا قبل شوي أنا وياك، اللي بتمشي عليه هيك قطعة بلغ، لا تستهين، الشخص هذا متابع. أكيد لازم يبلغ. يعني في بعض الأشخاص للأسف بتلف الورقة النقدية. إحنا بنقول له لا، أنت بتبعدنا خطوة عن ضبط الجاني، يعني للخلف بترجعنا، لا أنت مسلمها، ما بدك تسلمها إحنا بنتحرك إليك وبناخذها منك. يعني الورقة هاي لها رقم، الورقة اللي صنعها أو قلدها هو شخص واحد. فإحنا في عندنا قاعدة بيانات موجودة في إدارة مكافحة المخدرات، في فرع مختص كمان بيشرف على كل عمليات التزييف اللي بتتم. على فكرة ممكن تبليغ هذا الشخص أو كاميرا هذا الشخص أو ممكن إنها تفيدنا. نعم بتفيدنا، هي اللي تفيد في كل القضية المتابعة من قضايا بجوز 10 قضايا متابعة من سنوات، ممكن تكون من سنة سنتين، وقاعدة البيانات موجودة وكل ورقة بتدخل وأرقامها عنا والشخص مواصفاته كمان موجودة. وليش لحتى يبقى هذا طاش أكيد أنت بتساعدنا أخي المواطن، إنه أنت بتوصلنا يعني حق الناس. نعم فيها أجر يعني، وبتكسب يعني أجر في الناس الآخرين إن شاء الله. طيب نادر بيك، قبل ما نروح على كيفية التمييز فاصل قصير ثم نعود. أحبك لأن الوطن بحبك دايم يزهي ويعلى ويعمر. نحبك لأن دهوم بقلبك حامل همنا مهما يكبر. نحبك لأن الوطن بحبك دايم يزهي ويعلى ويعمر. نحبك لأن دهوم بقلبك حامل همنا مهما يكبر. نحبك والله نحبك يا أبو حسين، نحبك ليش ما نحبك كل من عرفك حبك. نحبك والله نحبك نحبك ليش ما نحبك. حبك ما يتبدل بينا، نحبك من خوفك علينا. نحبك لأنك غير الناس يلا ذر عافيتك لقينا. نحبك وانت بتتفقدنا واحد واحد. ونرحب بكم مجددا أعزائي المستمعين في برنامجكم الأسبوعي إلى المخدرات. بنكرر ترحيبنا من جديد بالرائد نادر البدور من إدارة مكافحة المخدرات. أهلا سيد. الله يحييك نادر بك. بس الفيس فيه تفاعل كبير. يحيى مساء الخير وكل التحية لك وللجميع. أيضا ربيع العمري أيضا مساء الخير لحضرتك ولخالد أبو خجيل. أيضا ربيع العمري مكرر وخالد مكرر. وتحياتنا للرائد الزميل نبيل الرواجدي، كل احترام والتقدير لك ولكل الزملاء النشامة العاملين بالميدان. أيضا وداد حمد البريم مساء الخير لحضرتك ولزيد الخلايلي أيضا، والزملاء أحمد الجالودي أيضا وطلال حبايبي وحمزة الزعبي مساء الخير يا شباب لكم نشامة، الله يعطيكم العافية. أيضا أنتم ومحمد أبو خليل وخالد المحسيري. يعني في رسائل كثيرة وتفاعل كبير. إن شاء الله راح نرد نرجع للفيسبوك. طيب في اتصالات أمن فأمل. نعم مساء الخير. مساء الخيرات.
يعطيك العافيه انس بيك. الله يعافيك ويكرمك. خالد ابو خديل. هيك على الفيس يا خالد. شو بدنا بكل مكان بنرحب فيك. تفضل. نتشرف بيكم. الله يسعدك. وبنادر بيك الله يحييك. بسمعك نادر بيك. الله يسعدك يا انس بيك. بالنسبه مثلا انا معي فلوس حامل المصاري ورايح ادفع فاتوره كهرباء او رايح ادفع فاتوره ميه او رايح اعبي بنزين، تمام؟ لما بقوم امسك المصاري بلاقيها مزوره. طيب انا كشخص دقيقه خالد خلينا نتفاهم على الهواء، كل الناس بتسمعنا. منين جبتها؟ نعم. من راتبك؟ مش عارف، من راتب الواحد مثلا مستحيل من الراتب. رجع لك ماشي، رحت على محل، رحنا اشترينا من محل مثلا، رجع لي الباقي، تمام؟ وانت عارف مرات واحد بحط بجيبته بفضل معزي يعني. صحيح. والله ما بدي عني. مفهوم السؤال لنادر بيك. طيب. الله يسعدك. في كمان اتصال عمر. طيب امن فهم. نعم. الو. تحياتي. انا بيك. الله يسعد لي مساك سيدي. يسعد مساك. ربي يعطيك الصحه والقوه والعافيه ان شاء الله. جميعا يا رب. بنرحب بضيفك الكريم عطوفه حسام بيك. الله يعطيه الصحه والعافيه. بسمعك نادر بيك البدور. الله يخليك. نادر بيك البدور. الله يعطيه الصحه والعافيه. جهوده مشكوره ما شاء الله على المعلومات القيمه. جميعا يا رب. وعثمان التلاوي بحكي معك. اهلا يا عثمان. حبيبي الغالي. انا بيك والله انا عندي سؤالين بعد اذنك لنادر بيك. نعم. هلا شو العلاقه بين التزييف والمخدرات؟ هذا هو السؤال. التحقت بالحلقه متاخر معناته. والله. كيف نكشفك؟ يلا راح تسمع ان شاء الله. بما ان دخلنا على البرنامج. لا يا رجل حبينا نتابعك على الهواء انت. السؤال الثاني والله. نعم. هل انا كسائق تاكسي يا سيدي واحيانا نقع هيك بمطبات يعني لا سمح الله يعني انه نعم. بالليل خصوصا بالليل واحد اعطاني هالورقه هاي وانا بتعرف حكم شغلي 12 ساعه 10 ساعات ما بشوفها والله الورقه بحطها بين المصاري وثاني يوم اكتشفت انها مزوره. نعم. شو الاجراء السليم حتى انا اخرج من يعني القانونيه لابسط؟ يعني هذا سؤالك الثاني غطى سائق التاكسي واصحاب المحال التجاريه وكل المصالح. راح تسمع ان شاء الله اللي هاي انتم الفئه الاكثر عرضه حقيقه. والله يا ريت. كل الشكر. في كمان اتصال. طيب نادر بيك، رجعنا لبدايه الحديث. حسن النيه. اكيد. انا مواطن وفوت على محل سيدي شخص اشترى من محل وهو معه فلوس وطلع من ضمن الاوراق النقديه ورقه مزوره مزيفه. نعم. هذا الشخص الان تم التبليغ عنه، تم ضبطه. تمام. يعني في بعض حالات بيصل لاداره مكافحه المخدرات، بيصل للمحقق في هاي اللحظه ببين حسن النية من خلال الخبرة الموجودة عندنا في التحقيق. الأمور كنا يعني قبل شوي. أكيد إذا الشخص ما عنده سوء نية رايح على مكان في ما حاول يفر، قيوده السابقة ممكن صحيح بتأثر في عملية التحقيق. هذا الشخص إحنا من مجرد ما حكيت معه حضر يعني إجا يعني أو إنه استنى الدورية لما وصلت يعني ما كان عنده عملية فرار، هذا الشخص مباشرة يعني بيتم مصادرة الورقة بعد التأكد من حسن النية. أكيد لازم يكون في حسن نية يعني بنراجع فيها المدعي العام كمان. هذا الشخص بيتم تركوش يعني ما في عليه قضية بعد مراجعة المدعي العام يعني بنسق مع المدعي العام. نعم صحيح. تمام. إذا واضح الجواب عليها. سوء النية هو فقط اللي سواء على الحيازة أو البيع والتداول. نعم. سوء النية هو فقط اللي بيتم خلينا نحكي المدعي العام تحويله للمحكمة. طيب العلاقة بين المخدرات يعني حكينا هالعلاقة بين المخدرات والتزييف هي يعني دائما الأشخاص اللي بيروجوا المخدرات بيلجأوا انهم يتعاملوا بالنقد المزيف. هم أشخاص خارجين عن القانون، يعني أي وسيلة ممكن تحصل لهم مبالغ مالية فهم ما عندهم مشكلة بيتعاملوا فيها. حتى النقد المزيف بيرتبط في جريمة الاحتيال أيضا. ممكن إنه يعطيك ورقة مزيفة يقول لك لا هاي مش ماشي بالبلد، هاي رقمها من بلد آخر أنا جبتها، بعطيك إياها بنصف القيمة، هي بالنهاية بتكون مزيفة. فإذا العلاقة هي يعني التحصيل المادي، إنه الشخص في عنده جشع وطمع، أيضا إنه هم عايشين في جو كله مخالف للقانون. طيب ايضا عبر الفيسبوك سائق التاكسي والله بدك تاخذ شيء دي بس ثواني. فواز بيك الفايز مساء الخير لك ولكل النشامه ايضا في قسم مكافحه مخدرات اربد، ايضا الزميل اسامه ابو حماد، الاخ محمد العمري ايضا، وحمزه الزعبي، والاخت روان، والاخت ميسون، وطلال النجداوي. مشاركه كبيره والله على الفيسبوك. الحمد لله. نادر بيك بدهم كل بشكرك على المعلومات، بدهم حلقه لحال ونتشرف طبعا. ايضا اسلام العبابسه مساء الخير. نادر بيك سائق التاكسي او صاحب اي مصلحه مشابهه. نعم صحيح. يعني هذا شخص الان رجع الكاش تبعه نحكي بتفقد في المبلغ المالي اللي عنده، او راح يودعه في البنك او لدى صراف معين تبين انه عنده ورقه نقديه مزيفه. هذا الشخص مباشره يلجا لاتصال 911
اقرب دوريه لاداره مكافحه المخدرات بتتحرك عليه، بتاخذ منه الورقه النقديه وبتطلب منه يراجعنا، ناخذ منه مواصفات اذا كان يشتبه بشخص بتذكر يعني اذا كان يتذكر ما في مشكله، اذا ما بتذكر كمان يعني ما عندنا مشكله. ممكن يكون بيعرفه ترى، ممكن يكون بيعرفه، بجوز يقول والله اعطانيها فلان، انا ما عندي الا 50 وحده بالكاش فاعطانيها فلان، احنا بنتابع عليه بطريقتنا. حتى الشخص الاخر ايضا ممكن تكون مشت عليه بحسن نيه، يعني لازم يتوافر. صارت نادر بيك انه اكيد انه حتى الشخص الاخر يعني مشت الان عليه اجى صاحب بحسن نيه مصلحه جاب ورقه بقول لي اخذتها من سين، احنا تابعنا، رحنا جبنا رقم سيارته، جبنا هذا الشخص ضبطناه، ايضا بثبت لنا انه هو كمان عنده محل وناس مشاها عليه بدون ما يعرف. كله هذا يعني ضمن اطار حسن النيه. هذول الاشخاص ما بتودعوا للقضاء، يعني بنعتبرهم عندهم حسن نيه وما عندهم انيه جرميه. طيب دائما انا بك يعني تعرف انتم القانون يفسر لمصلحه المتهم، يعني دائما الشك يفسر لمصلحه المتهم. اذا كان في شك، يعني هي قضيه زي ما قلنا كبيره، عقوبتها كبيرة، لازم يكون عندنا دليل واضح حتى نودع هذا الشخص للمحكمة، مش مجرد انه انضبطت معه يلا ودي على المحكمة، لا. طيب سيدنا الكريم، في حالة معينة تم التعامل معها وتكررت، بدي توجه رسالة من خلالك. شخص عنده مصلحة ودخله مش كثير ومصلحته بسيطة، مرق عليه شخص 50 دينار، هو اصلا ورجع له، اشترى غرض بليرتين ورجع له 48، اصلا هو يوميته كلياتها ما بتطلعش 50 دينار. كشفها فيما بعد بطريقة ما إنه هاي مزيفة، زعل الأخ، هاي قضية كانت نعم. زعل وتضايق إنه أنا شو ذنبي حتى إنه يصير فيي هيك، وعرف إنها مزيفة وراح مشاها لناس، أو راح اشترى فيها ومشاها. اتفقنا وانضبط في القضية ورجع قال والله أنا مشت علي وأنا شو ذنبي، بدي أرجع مصارية من وناس آخرين. شو قانونيتها؟ هذا الشخص يودع للقضاء ابدا عنده العلم والاراده. اذا هاي اختلفت عن الموضوع، اختلفت عن الشخص الاخر. يعني الان هو عرف انه الورقه شو ذنبه الشخص الاخر، انت تمشيها لي، انت صرت شريك بالجريمه وصرت طرف رئيسي بالجريمه، هذا بيتم التحقيق معه وتوديعه للقضاء، ما في مشكله. ممكن تصل لحد الجنايه حسب المدعي العام، يعني المدعي ممكن يكون في عنده تقديرات، يعني الشخص زي هذا مش زي اللي صنعها وبده يمشيها. إذا العقوبه ممكن تكون مخففه، تكون اذا واضحه انه راح يتم القبض عليه ويتحول لمحكمه امن الدوله. اكيد احنا راح نودعه، ما راح نتركه لانه توافرت عنده النيه الجرميه. اذا الرساله انه ندير بالنا، انا وقعت بايدي 20 دينار مزيفه، عرفت انها مزيفه، اخلص منها مش طريقه مش طريقه اني اخلص منها. اذا امزعها غلط واروح اصرفها غلط. لا، الاجراء الصحيح انك تسلمها ابدا تسليمها. نعم. واعطي مواصفات الشخص، اعطي مواصفات الشخص، لانه احنا بنتابعها، وزي ما قلنا تسليم هاي الورقه بيساعدنا في ان نضبط الشخص. ممكن هو ما بيعرف الشخص ولا بيعرف مواصفاته، احنا نضبطه يرجع له قيمتها، يعني هو بضمن حقه في المستقبل بانه ترجع قيمتها. واكبر دليل القضيه اللي قبل شهرين بكم محافظه كانت؟ يعني كانت حوالي 4 محافظات. يعني يا سلام. حتى الاشخاص اللي محافظه اربد يعني بوجه لهم تحيه، مروا علينا على قسم اربد وكان لها شهر و40 يوم مسلمين الورقه النقديه، حكينا معهم قلنا لهم في لكم شخص هو اللي مشاهن عليكم، تتفضلوا على المحكمه مشان تاخذوا مستحقاتكم ابدا، يعني حقهم ما بضيع ان شاء الله. تمام تمام، هذا شيء رائع. نادر بك كيف بدنا نعرفها؟ يعني والله ايش بتعرف، هي احنا ضباط شرطه وكذا يعني ومدربين ومؤهلين وقادرين على الكشف، لكن وقعت بايدنا عمله مزيفه تزييفها، يعني بدك الصحيح، يعني انا ما بصير امدح الشيء السلبي ولا بيستحقوا المدح، وبديش احكي عنهم اذكياء، هذول خبيثين، لكن تزييفها قوي. كيف ممكن اعرفها؟ سيدي احنا في عنا العلامات المائيه اللي بتظهر على الورقه النقديه. العلامات المائيه هاي بتكون واضحه على الورقه النقديه، الشخص الطبيعي العادي اللي غير مدرب بيقدر يلاحظها. تمام. بس بده شويه انتباه. تمام. يعني هاي علامات موجوده على كل الاوراق النقديه موجوده في العالم. احنا عندنا على يعني الان اللي بيسمعني معه اوراق نقديه بيقدر يفتحها ويمشي. اذا بدك انت تمشي معنا معي 20 دينار انا بعطيك. هاي تفضل سيدي. طيب هات اعطيني. امشي معنا امشي معنا سيدي، نحكي على ورقه ال50 اهم شيء. امشي معنا مرحله ما في مشكله. هاي نادر بك معه 50. تفضل سيدي. اول العلامه هي علامه التطابق، صوره جلال سيدنا الله يطول عمره، وعلى باقي الاوراق النقديه صور المغفور لهم باذن الله الملوك الهاشميين الله يرحمهم، كمان نفس الشيء. بترفعها على الضوء بتشوف الصوره بالجانب الاخر. هاي اللي بالجانب الاخر الصوره المائيه تقريبا هاي سهله للجميع، سهله جدا كويس. هاي يعني خلينا نتسلل او نتسلسل. نعم. العلامه الثانيه احنا مسميها علامه التطابق، هو تصميم يظهر اعلى يسار الورقه. شوف عندك في تصميم مربع جاي هون يظهر، ايوه تحت رقم 50. تحت رقم 50 هو لانه التصوير يمكن تشوفني على الفيس مش تقريب يعني أعلى، بس انا بدي اوصف للناس. اتفضل. اعلى يسار 50 من الجهه اللي عليها صوره سيدنا. شمال. الان انت انزل في مربع هو اسمه مسميه علامه التطابق. هذا المربع اذا انت تطلع عليه طبيعي
هي طلعت عليه. من الجانبين مزخرف ومن الجانبين لون ابيض، صح؟ احسنت. ارفعه بالضوء بيكتمل نعم رفعته بالضوء. لاحظته انت؟ نعم رفعته بالضوء. اكتمل كانه تلون. تلون. نعم أحسنت. هاي في التزييف نعم. مستحيل يقدروا يجيبوا. تلون زاويه يمين، تلون زاويه يسار. شكرا. الان وانا بطل عليه من هون هذا المربع بالوضع الطبيعي ما بتشوف مش مكتمل. نعم. التلوين مش مكتمل. ارفعه على الضوء تقدر مرة تلون كامل، صح. تلون وتغير، هذه بتكون حقيقية الورقة. نكمل. إذا رفعتها أنا وما تغير اللون هي الورقة بتكون فيها. إذا رفعتها وما تغير اللون هيك بدنا نكشف إنها يعني إذا رفعتها وظلت زي نفس شغلتها هون خلص هاي العلامة تكفي إنه هاي مضروب ومزيف. أكيد مزيف. كمل. يعني في العلامة الثالثة اللي هي طباعة خشنة في أماكن متعددة. دائما لما تمسك الورقة النقدية يعني إحنا بنسميها ذات ملمس دهني خشن. يعني في خشن. يعني في بروزات وفي يعني شيء غائر وفي شيء بارز في الورقة النقدية. تمام. تمسكها بإيدك بتحس فيها. بتحس فيها، صح. الآن الورقة شو ما كانت المزيفة ما بيقدر يجيب هذا، لأنه هو شو ما كانت قوتها، بديش أحكي جودتها لا تستحق. لا بغض النظر شو ما كانت قوتها يعني ما في جودة، يعني ممكن تكون مصنوعة بآلة مثلا دقيقة متطورة لكن ما بتقدر يجيب هاي مش بهذا الشكل. يعني بتكون واضحة. إذا كانت ملساء ناعمة كثير ما فيها بروزات هاي الورقة بتكون مزيفة. نكمل سيدي. اتفضل سيدي. 4 هولوجرام على شكل زخارف بطباعة بارزة فوقه لفئة 50 دينار أعلى يمين الورقة. ارفع الورقة سيدي. هاي رفعنا. الهولوجرام هي على صورة شعار المملكة. بدي أقطع عليك. وعلى فكرة العملة المزيفة من خلال ضبطيات إدارة مكافحة المخدرات الأكثر ضبطا هي فئة 50. فئة يعني 50 بتكون ذات ناتج بالنسبة لهم. يعني ما بغامر ب5 ولا ب10 ممكن تكون موجودة غالبا 20 أو 50. نعم. عشان تكون قيمة صافية. يعني هذا الهولوجرام يعني بس انت تغيره على الضوء بتغير لونه حسب وين موجود نادر بيك؟ اللي هو شعار المملكة الأردنية الهاشمية اللي هو لون فضي. هون يعني بجانب صورة جلال سيدنا. نعم أعلى يمين شعار المملكة الأردنية الهاشمية هذا فضي. الآن أنت تغير على الضوء بتغير لونه ألوان إيش الطيف. يا سلام، صح. إذا ما تغير اللون هي بتكون مزيف. غالبا بكون ثابت اللون 100% بالتزييف. لازم تكون تتغير. طيب كمان يعني هاي شغلات لا بتصور انا أي واحد طبيعي بيقدر يعرفها. يعني سهله مش معقد. هلا هي في عندك اكثر من 30. هذا الاخير المؤشر الاخير حلو ممتاز وبسمعونا الان سهل يعني السائقي والكل والمحلات التجاريه والهذا ممكن المحل بيكون في عنده جهاز الاشعه البنفسجيه ونحن ننصح فيه لكن في مهن برا مثلا اللي واقف عند المضخه الكازيه ما عندوش جهاز برا واقف ببسطه كل زي ما تفضلت كل بيع اليوم 50 دينار اذا واحد يجي يصرف عليه يعني هاي بدنا ندقق عليها مره ثانيه. نعم. هولوجرام اسمه على يمين هي عندي. نعم صحيح. شعار المملكه الاردنيه الهاشميه هولوجرام اسمه موجود ايضا على ورقه ال20 على ورقه كله موجود. نعم يعني. اعلى يمين اذا من نعمله يمين او يسار بتغير الالوان الطيف. اذا ما تغير الالوان الطيف بتكون مزيفه. نعم. كمل سيدي. طب. هولوجرام على شكل زخارف بطباعه نفسه ايضا لورقه ال20 دينار. وين موجود في نفس المكان على الورقه. ورقه ال10 وال5 بنسميه فويل فضي نفس الشيء بس حجمه اصغر بتغير لونه نفس المكان حجمه اصغر من شعار المملكه هذا بس شعار المملكه هو ايضا يعني لا بالاوراق الثانيه بيكون منظر ثاني اذا معك ورقه بتقدر مش مشكله يعني نفس الشيء بتغير الوان الطيف اذا ظل ثابت بكون اذا ما تغير. ورقه ال5 هو مش فضي بتفرق انه ذهبي. تمام سهل مش صعب. يعني العلامه المائيه 7 بنحكي عنها رقم 7 احنا وصلنا. خيط امني متقطع موجود على الورقه. نعم تقدر تشوفه اي واحد نعم الخيط بيجي معروف هو بالنص اليمين. نعم ما هذا الخيط الامني بيكتمل بس تشوفه على الضوء. يوجد عليه رقم العمله يعني ال50 ويوجد عليه اختصار CBG اللي هو بانك اوف جوردن سنترال بانك اوف جوردن يعني البنك المركزي الاردني. كل العملات نادر بيك كل الاوراق النقديه والله دقيقه هي مرتبه. الخط اللي بيجي من جهه رفيعه ومن جهه عريضه. نعم صحيح طلع عليه مزبوط. الجهه العريضه هيو موجود مكتوب عليه بالنص ايش؟ رقم 50 والاختصار البنك المركزي الاردني بالانجليزي اللي هي سنترال بانك اوف جوردن. البنك المركزي الاردني ورقم 50 موجوده عليه. نعم بس اختصارها مش الكلمه يعني اختصارها. نعم. 3 رموز انجليزي. رموز ورقم العمله في كل العملات ايضا سهل جدا يعني واضحه. طيب ممكن يتعمل. كملتهم نادر بيت؟ لا في ضل عندي واحده اخيره هاتها. هم كثار على فكره يعني بس الاخصائي والخبراء ممكن يشتغلوا على 30 وحده. احنا الواضحات ان المواطن العادي المش مدرب. علامه بارزه لتمييز ورقه النقد للمكفوفين. شوف على يمين الورقه انت على يمين الورقه من هون على عند ايدك الشمال تحت رقم 50. ايد الشمال تحت رقم 50 5 خطوط. 5 خطوط. إذا بإظفرك مسكتها الجهة اللي عليها صورة سيدنا عليها صورة أقصى الشمال من الأعلى من المنتصف
في خطوط الشمال من في المنتصف. خطوط 1 2 3 4 5 خمس خطوط. تمسكها بايدك بارزه هاي. والله اذا بارزة. كانت مزوره مش بارزه. نفر يم على ال50 5، على ال20 4، على ال10 3، على ال5 2، وعلى الدينار 1. هاي لانها 50 عندي خمس اذا معك شقات. 5 بتكون 2 على الدينار 1. حتى الدينار يعني واحدة. يعني المكفوفين يعني اخواننا موجودين يعني بيتعاملوا بالنقد، هاي بميزوا حتى بترشد المكفوف والغير مكفوف. شكراً. بس هي اصلا وضعت لما للمكفوف. تكون هاي الورقه مزيفه بتكون صوره يمسكها ما بتبرز. اذا كانت مزيفه بكون المرسومات هذول اللي رسم هون يعني رسم. مرسومات اللي اقصاها على الشمال. نعم. 5 خطوط بكرر على ال50، 4 على ال20 وهكذا نزولا. نعم نزولا موجودات مرسومات لكن مش جايات نفر، مش بارزات، ما مش في بارزات. نعم. طيب لنفرض انه شخص وقعت بايده عمله، تمام، ما وجد وجد انه العلامات هذه كلها صحيحه باستثناء واحده. مستحيل. العلامات كلها بتكون مختلفة، ملعوب فيها، ما بيقدر ناس يجي من هاي علامات ما بيتم طباعتها الا بالشركة الصانعة. اذا مزيف، لانه مزيف اكيد. إذن لو علامة واحدة لو علامة واحدة ما واحدة ينتبه للبقيات زي ما تفضلت انت. بس لو دقق البقيات بكون فيهن خلل، فالورقة بتكون لو دقق راح يكون بالبقيات بتكون خلل. اكيد. في كمان يعني في شغلة يعني بس فضل. انتبه لها، اللي هي تسلسل الارقام. كل ورقة نقدية في لها رقم. احيانا الواحد بعطيك ورقتين نفس الرقم. شكرا. احنا ما بنقول للواحد تبع وعد ارقام، لكن انت اذا اشتبهت بورقه بتقول لواحد والله شوف لي اياها، انت تطلع على الارقام، اذا المسافات بين الارقام متوازيه وجاي بتسلسل واحد بتكون الورقه صحيحه. يعني هاي مثلا اللي الورقه قدامي اللي بايدك رقمها 776 290. نعم، المسافات بين كل رقم ورقم يعني واضحه متساويه. اذا كان في فراغ اكبر بين رقم ورقم جاي نمط رتيب تقريبا. نعم. يعني نعم بالضبط. بدي اضيف لك شغله انس بيك، تفضل. يعني هي موجوده في كل عملات العالم. في شيء اسمه الخطا المتعمد. يعني مثلا الدولار عندنا ورقه ال100 في لها خطأ تداول في مؤسسات كثير. نعم. السياحه اقول لك وغيره. ايش الخطا المتعمد في صناعه العمله. مثلا انه انا بتكون عندي عمله صحيحه، لكن انا كدوله او كجهه صانعه لهذه العمله بعمل خطا في هذه الورقه متعمد بنسميه. الشخص لما يجي يزور او يرسمها ما بينتبه لهذا الخطا، بيعمله بالطريقه واذا الصحيحه. انتبه له احيانا ما بيقدرش ما بينتبه له لانه غير معروف وسري، ما حدا بيعرف مكانه. نعم. في كل ورقه نقديه بتختلف عن الثانيه. هذه بترجع يعني مثلا دائره ممكن يخلي جنبها فاضي. في امور هاي بتكون صحيحه. اذا بتسكر الدائره انت مزور. هذا في الفحص الاكثر تطورا. هذا الاكثر تطورا يعني هاي كمان الصراف او المختبر الجنائي. نعم، أو الخبير بالمختبر الجنائي الخبراء او المختصين. بالمكافحه حتى بالاجهزه الموجوده. وزن الورقه، ابعاد الورقه، مسافات، يعني هاي كمان هم بيعتمدوها في عمل. هذه سواء بالدولار او اي عمله كل موجوده. عمله. الدولار في مجموعه، يعني كون الدولار متداول. خلينا ناخذ اتصال خذ اتصال ونرجع متداول عشان نخطب اختصار. قديش ضايل الوقت يا عمر؟ 5 دقائق راحت الحلقه. طيب امن اف ام. نعم. الو صباح الخير. مساء الخير. مساء الخير. صح حبيبي. بحييك وبحيي الضيف اللي معك انس. بسمعك نادر بيك. نعم. في انا صح يعني هذيك اليوم رحت عشان الكهرباء، بعد المصاري عشان ادفع له كهرباء، حطيت الماكينه طلعت 10 ليرات مزوره من المصاري معي. مزيف من المبلغ اللي معك انت. مزيف. من وين اجاك؟ نعم. من وين اجاك اصلا؟ بعرف انا. تمام. كان معي، تعرف ما الواحد مصاري بيصرف ويقيم ويحط. صحيح. فالمهم تبع الكهرباء حط على الماكينه، لفت نقول هاي مزوره. قلت كيف مزوره؟ قال مزوره يا نقول في عندي يا اما بخزق لك اياها يا اما بتعطيني هويتك اوديها على البحث الجنائي. نعم. قلت شو بدي اعطيك هويه واروح على البحث عشان نزور؟ لا يا عمي خزقها. فشو الاجراء اللي افضل شيء يعني؟ هو اتلفها، خزقها بحيث انه الامورها خلاص انتهت. بالضبط. هذا اللي هو موجود باحدى الشركات. يعني تخزيقها اجراء برضه نفس الشيء. طيب راح تستمع للاجابه. في كمان اتصال؟ خلص لا. طيب كل احترام سيدي. يعني الان لما احنا في تعليمات من البنك المركزي للصرافين والبنوك، اذا ورقه نقديه كانت بايدك انت كموظف بدك تثقبها، احنا بنسميها. حتى لو رجعت للشخص هي غير متداوله، يعني انتهت الورقه، انعدمت احنا بنسميها. لكن اذا وصلتنا احنا كمان بنرجع بنتابع عليها. فيما لو كان بيعرف الشخص اللي حتى لو بيعرف الشخص، وهذا الشخص يعني كويس ما جابوا له الشرطه، لو اجت الشرطه بده يتحرك ويروح على المخدرات يعني. ولو اخذوا هويته واجا كمان ما بصير عليه قضيه. لكن يعني بالنهايه راح ننصفه. صحيح. ما راح ينظلم يعني في النهايه. نعم صحيح. طيب. والاجراءات عفوا ناس بيك راح تكون سريعه جدا، ما بتاخر المواطن. طيب نادر بيك سامحني، أنا جاي. في عندنا 3 دقائق، بال3 دقائق بدنا نقسمهن دقيقه ونص ارشادات للمواطنين ودقيقه ونص على الدولار.
نبدأ بالدولار. بالدولار سيدي. سيدي الدولار يعني عملة موجودة ومتداولة وعالمية، فإحنا وكثير بصير في عمليات احتيال ونصب في عملة الدولار، وخصوصا ورقة المية أو الأكثر. في شريط بلاستيكي من أعلى إلى أسفل موجود في ورقة الدولار، تم إدراجه سنة 1990. هذا نفس الموجود عندنا في شريط بلاستيكي نمر عليه بالسريع. بالطول. الأرقام متسلسلة زي ما حكينا، بكون فيها تباعد مش مرتبة. علامة مائية للصورة أيضا نفس اللي حكينا عنها موجودة في العملة الأردنية. شغلة مهمة بس في الدولار إنه إمالة ورقة الدولار هي لونها أخضر، عند إمالتها للضوء بتشوفها لون أسود. والله دقيقة نمسك ورقة الدولار على الضوء ونميلها هيك، الآن هي لونها أخضر. إذا أملتها بالضوء تتحول للون الأسود. هي أصلا أخضر، إذا أملتها بالضوء بتصير أسود. إذا ما تغير اللون هي بتكون مزيفة. لازم تصير عفوا إذا ظلت خضرة مزيفة. إذا ظلت خضرة مزيفة لازم يتغير اللون، لازم يتغير للون الأسود. والله هي جميلة يعني وسهلة جدا، يعني أي واحد بيقدر. بس هاي بتكفي. والبروز في الأرقام والأحرف في بعض الأوراق اللي هي الدولار. طيب سيدي، النصائح وإرشادات يعني شاملة لإخوان المواطنين. بعجالة سيدي، إنه أي محل يا إخوان إنه عليه يركب جهاز. الجهاز مش مكلف، ما بيزيد ثمنه عن 30 أو 50 دولار. هذا كم يعني محل بنحكي أي محل بيقدر يستفيد، بيريح. حتى في قلم في قلم حتى للأشخاص اللي بكون حتى بمحطة في قلم ماسح ضوئي بتقدر تعرف وبتدربوا عليه وسهل. تركيب كاميرات داخلية وخارجية في كل محل. التأكد من العملة بس تستلمها من الشخص، خلاص لا تأخذ وتحط في الدرج. يعني ما في مشكلة لو الشخص تأكد من هاي العملة ومسكها حقه. نعم. إذا تمت عملية التزييف والشخص يعني نصيحة هاي لكل إخوان، لا تحاول تضبط الشخص. أنت مش جهة مخولة، ممكن إنه يأذيك، ممكن يسبب لك جريمة. خذ إن أوصافه، خذ معلومات عنه. إنه في قضايا في ناس اصطدم للأسف تصطدم معه ممكن يأذيك بالأيدي. نعم. إحنا بنقول لا، هاي وظيفة جهاز الأمن العام. أنت دورك بس تأخذ رقم المركبة، أوصاف الشخص، وإذا معه أشخاص مرافقين تشوف أوصافه واتصل ب 911 وبلغ، وإحنا بنكمل هذا الشغل. وعدم إتلاف الأوراق زي ما حكينا قبل شوي، لا تتلفها. يعني بتتلفها بتبعدنا عن ضبط الشخص الجاني في هذه الجريمة. أهم شغلتين يعني نركب جهاز والكاميرا ولا نصطدم مع الشخص. نأخذ أوصافه وسيارته إلى آخره ومنبلغ عنه. طيب أبدعت نادر. سيدي يعني أبدعت. أنا بعرف الله يسعدك سيدي. أنا بعرف إنه لديك الكثير. ترى لو يشوفوا الناس المحاور طلع موضوع التزييف شائك شوي، يعني كثير صناعة وأثار جريمة التزييف وأمور، وفي أشياء كثير ممكن نحكي فيها بالتزييف. هاي 50 دينار إلك نادر بيك، يعني حسابك. سلامة خيرك، كل الشكر. انتهى الوقت طبعا، بس قبل النهاية محمد علي الشمري أشكرك، مساء الخير أنت والزميل غسان أبو عمور أيضا، ونعيم المومني. يمكن الفيسبوك في اقتراحات رح نأخذها إن شاء الله، واللي ما قرينا أو ما خلينا نحكي طلع اسمه من الفيس على الهواء سامحونا لضيق الوقت. أنتم حبايبنا وبنفرح كثير برسائلكم. وبكرر شكري للرائد نادر البدور من إدارة مكافحة المخدرات على هذا اللقاء القيم، وإن شاء الله في إعادة لهذا اللقاء يوم السبت الساعة 1 ظهرا. شكرا كثير نادر. شكرا، وبوجه تحية لكل إخواني اللي شاركوا معنا البث على الفيس وبعثونا تحياتهم، شكرا لهم. وبوجه تحية لزملائي في إدارة مكافحة المخدرات وفي جميع أطياف الأجهزة الأمنية، وكلهم يعني بقوموا واجبهم، كل احترام لهم. وبنهني إخواننا المسيحيين زملائنا في الأعياد العيد المجيد ورأس السنة الميلادي إن شاء الله. كل الشكر لك نادر بيك. شكرا شباب النشامة، كنتوا معنا بالاستوديو عمر جراروا وعون الخالدي أيضا ومهدي الصقور. هذه تحية مني أنا معد ومقدم البرنامج الرائد أنس الطنطاوي. الحمد لله الذي حل الطيبات وحرم الخبائث. إلى اللقاء حبيبي. لا للمخدرات. إعداد وتقديم الرائد أنس طنطاوي.